الحلقة 8. البحيرة السوداء. مرحبا يا أصدقائي وأهلا بكم. نستعمل زجاج المرايا الشفافة وهو أفضل من الزجاج العادي. هل أعجبكم؟ لا ينكسر بفعل الحرارة أو البرد الشديد، كما أن وميضه طبيعي. نصنع منه النظارات والتلسكوبات وكريات زجاجية. مرحبا. نعم. لقد فهمت. معذرة، لكن يجب أن أذهب إلى القلعة. سريع، احملني إلى القلعة وبسرعة. ها؟ لننطلق. انتظرني هنا. أنا سعيد لرؤيتك يا عزيزي حكيم. وأنا كذلك. أية خدمة؟ إنها مسألة صعبة وغير سارة. علمت بأنها مسألة عاجلة. أنت تذكر القزم مآت الذكي. جاء في أحد الأيام وأخبرنا بأنه قد اكتشف السر الذي استحوذ على ألباب كيميائي العصور الوسطى، ألا وهو تحويل الرصاص إلى ذهب. قال مآت بأنه وجد الحل، وأنه قادر على تحويل الحجارة إلى ذهب. نعم، أحضر حجارة كثيرة وأخذ ذهب القصر كله. وجدنا كل صناديق القصر مليئة بالحجارة، لكن الذهب قد اختفى كما اختفى مآت تماما. لا يهمنا الذهب كثيرا، ولكننا لا نسمح لأحد بخداعنا. ولهذا السبب استدعيتك. أنا تحت تصرفك يا سيدي. إن العمالقة ساعدوه في السرقة. هؤلاء الشياطين؟ وقد أخفوا الذهب في البحيرة السوداء. البحيرة تتبع القلعة السوداء الشهيرة. حظا سعيدا. شكرا. لا تقلق، سأعيد الذهب. مع السلامة. آسف أيها الدب، آسف لأننا أنقذناك. وداعا. القلعة السوداء يقطنها خيال رجل نبيل تحول إلى لص. لا يوجد جسر متحرك. والباب مغلق. ارجع. هل يوجد أحد؟ هيا بنا. لا يوجد أحد، وهذا المكان لا يقيم فيه أحد. هل يوجد أحد؟ أيوجد أحد؟ أيوجد أحد؟ يا إلهي، كيف حالك؟ يشبهني تماما. أنا أنت وأنت أنا. كف عن العبث. ماذا؟ أنت ممل. مرحبا. أما خرجنا في نزهة؟ ليس لدينا وقت. يا للأسف.
آسف لا نستطيع. سأذهب وحدي. أنا سعيد سعيد سعيد، أشعر بالسعادة. أريد أن أكلم صاحب القلعة. أنا سعيد سعيد سعيد. أنا صاحب القلعة، أنا صاحب القلعة. ماذا تريد مني؟ رجاء نريد الذهاب إلى البحيرة السوداء. ماذا تضحك؟ كيف لي أن أساعدك؟ بأن تسمح لنا بالذهاب إلى البحيرة السوداء. سوف آذن لك. تستطيعان المكوث هنا 3 أيام فقط. شكرا سيد النبيل. لا تشكرني، واحذر من حجيران. أنا مقبول كصانع القبعات. أنا حسن، لنخرج الآن. من هذا الباب، هيا. ها هي البحيرة السوداء. مونيا، إنه لي. لا إنه لي. لابد أنه أرنب. لا، رائحة أجسام. الحلقة لقد اكتشفونا. لا يوجد أقزام هنا، لا أشم شيئا. ربما جاءوا لاستعادة الذهب. سنضيع إذا تمكنا من النفاذ. جيران سيقتلنا. هل سمعت؟ سترى الآن. احتفظ بحيالك فيما بعد. كفاك عبثا. لما رميت الحجر؟ لست أنا. فهمت مزاحك. ظننا أننا هو. أنت رميتني بالحجر. ستسحب الحبل بإشارة مني. سأمسكك وأطحنك، وأنا سأحرقك. أطلق. حسنا، هيا نبحث عن الذهب. هيا هيا بنا يا سريع إلى الماء. هنا، قف هنا. هو الذهب تحتنا مباشرة، والمشكلة أنه في الأعماق. إذن فالذهب في كيس كبير. شكرا أيتها السمكة على المعلومات. هيا نعود.
ابحث عن ثعلب ماء وأحضره. سأستعمل عصارة نبات الإكرافس. لحسن الحظ أني أحضرت القنينة، لا مثيل لعصارة الإكرافس في تغيير حاسة الشم عند العمالقة، وبواسطتها سأكتشف ماذا يحاول العمالقة أن يفعلوا. إلى العمل. تذوق. ليس بعد. متى سيعود حجيران؟ وما أدراني. هل ربطت الحبل جيدا؟ بالطبع. أتظنني أحمق؟ لا تغضب، مجرد سؤال. لنذهب ونرى. بما أنهم في الداخل فلأضع عصارة الإكرافس. حبل. لماذا يريدون الحبل؟ طبعا عند طرفه كيس الذهب. يجب أن ننيمهم أولا، ويجب أن أسرع، سيستيقظون عما قريب. حسنا، أولا عصارة الإكرافس ثم المنوم في الحساء. لعله كان جرذا. هذه رائحة طيبة. إنه حساء. أنا أفضل طاهي حساء في العالم. هيا يا حجر، سترى كم هو طيب. أسرع. نعم. إنه طيب. ما ألذه جدا. هيا سريع. هل جاء ثعلب الماء؟ أين هو؟ أوه مرحبا، أريد منك معروفا. دون أن يكتشف العمالقة. أصغي إلي. يوجد كيس ذهب في أعمق جزء من البحيرة، كان قد سرق من القلعة، عليك أن تجده. سرعتك مذهلة. فهمت؟ تقطع الحبل وتربطه بحجر، ثم تربط طرفه بالكيس. هذا حبل خاص. أنت طاهي ماهر. الأفضل في العالم. هذا صحيح. يلقون بالحجارة في البحيرة. أرجو أن لا يصيبوا صديقنا. حجري وصل أبعد. حجري وصل أبعد. لقد توقفوا، يفكرون بالأذى فقط. ستتولى الطهي من الآن فصاعدا يا حجير، دائما. سيسري مفعول المنوم من خلال ثواني. أنا نعسان. فلننم إذن. أنا أيضا. هل نفذت الخطة؟ سأقتل الحبل كي لا يجده العمالقة. شكرا جزيلا، لا أدري كيف كنا سنستعيد الذهب بدونك. أنا ممتن جدا. ونعم،
والآن سأترك أثرا مزيفا. هذا سيبعد حجيران. نستطيع أن نذهب الآن. هكذا إذا حرصتم الذهب أيها الأغبياء. أفيقوا أيها الحمقى، سألقنكم درسا. هذا يؤلم. هل عدت يا حجيران؟ لا، لم أعد أيها المعتوه. استيقظوا. الأمر ماذا يجري؟ كنت أحلم بالطعام. هيا تعالوا معي. اسمعوني، الأوامر أن نخرج الذهب من البحيرة السوداء. نعم، نأخذه ونحرسه في كهفنا. لا تتوقفوا. حمقى، لقد سرق الذهب منكم يا أغبياء. هذا عمل الأخزان. هيا، يجب أن نسترده. آثار أقدام دب. لماذا يأتي دب إلى البحيرة؟ ليساعد الأقزام بالطبع. سيحمل الذهب إلى القلعة. لن ينجح بأخذه. هيا. حينما يجدون صخرة مكان الذهب سيعتقدون بأننا أخذناه، ولن يشكوا بأنه ما زال في قاع البحيرة. لن تهرب. عاد إلينا الذهب. كن يا سريع، ارقب. أنت للصنيع حكيم. يجب أن نساعد حجيران. يجب. تعال، لن تهرب. تعال تعال تعال. باب القلعة مغلق. اصعدوا. الحقوهما فهما يهربان. الحقوهما. نحن هنا. أنتم ملكي. ليس بعد. أيها الأشرار، أما زلتم هنا؟ نعم، لكننا ذاهبون. اخرجوا من قلعتي حالا وفورا. رائع. هيا نرجع إلى القلعة بسرعة يا سريع. هيا. هيا بنا. لم يعد من شيء نخشاه. هل أنت متأكد؟ يا سريع. اقفز فوقهم. احضر يا سريع. عندي فكرة. اختبئوا وراء الدب. هيا يا حجيران. معذرة يا دب، فلم نقصد إزعاجك.
شكرا يا أخي الدب. ها أنا يا سيدي أنجزت المهمة. حسنا، وأين الذهب؟ بعد أيام سنعود إلى البحيرة لنحضرها. فهمت. لقد أخفيته بنفس المكان لتخدعهم. لن يشكوا بوجوده في نفس المكان. توتا توتا توتا. في الأسبوع القادم سيخبرنا حكيم أشياء غريبة عن صناعة الأقزام ومنها السيراميك. وحينما يذهب حكيم ليشفي حيوانا في خطر يكتشف أن سريع قد تعرض للسم. إنه عمل حجران. يقرر حكيم أن يلقن حجران درسا لأنه سمم صديقه سريع. هل سينجح حكيم بإنقاذ صديقه؟